النهاردة احتفلنا بالجلوبال كوبتيك داي، واليوم ده بيتم الاحتفال بيه في عيد دخول المسيح أرض مصر. احنا خدام القديس بولس الرسول للكرازة تحت رعاية الأمس داوود لمعي بالاشتراك مع أسرة منارة العالم. كانت فرصة حلوة قوي إن احنا نتعرف أكتر عن تراثنا القبطي، كانت فرصة حلوة قوي إن احنا نعرف أكتر عن مسار العائلة المقدسة، علشان نزود الوعي عند كل المخدومين والخدام، ننشر اللي كنيستنا سلمته لنا من جيل لجيل. احنا بنتكلم هنا عن مسار العائلة المقدسة. احنا دلوقتي هنتكلم عن أول محطة من محطات العائلة المقدسة اللي هي شمال سيناء. الله بارك شعبه مصر على مدار كل العصور. شعب الله اللي موجود في مصر متبارك ومتبارك في كل أوقاته. هنمشي على المحطات اللي عدوا عليها العائلة المقدسة في شمال سيناء، وهم رفح، الشيخ زويد، العريش، تل القلص، جارة، والفرمة. أهلا بكم في المحطة الثانية من محطات رحلة العائلة المقدسة، وهي الدلتا وشمال الدلتا. بعد ما العائلة المقدسة اتحركت من بلبيس راحت لمنية سمنود، من منية سمنود اتحركت علشان تقدر تعدي فرع دمياط. بعد كده العائلة المقدسة عبرت فرع رشيد وراحت مدينة سخا أو بيخا إيسوس. اتجهت العائلة المقدسة من سخا وراحت صحراء الغربية عند وادي النطرون، من بعدها راحت القاهرة. من ضمن البحيرات اللي فاتت عليها العائلة المقدسة هي نبع حمرة. السيد المسيح قال لأمه إن في هنا هيبقى جماعة مساك ورهبان، وفعلا اتحققت النبوة دي، ووصل عدد الأديرة ل50 دير. أبو مقار استلم الرهبنة من أنبا أنطونيوس، راح زاره مرتين في الصحراء عشان خاطر يتعلم قوانين الرهبنة منه. بعد ما أبو مقار جه من عند أنبا أنطونيوس أسس أول مجتمع رهباني في وادي النطرون، كان باكورة بريد شهيد اللي هو دير البراموس. وبما إننا اتكلمنا عن الرهبنة في وادي النطرون، ما كانش ينفع ما نتكلمش عن الرهبنة بتاعت البنات. احنا هنا هنتكلم عن منطقة القاهرة الكبرى، هنعدي فيها على 7 مناطق. بعد كده العائلة المقدسة اتجهت لمنطقة الزيتون، وبعد كده انتقلت لمنطقة وسط القاهرة. الكنيسة هتلاقوا فيها عواميد عبارة عن 12 عمود، ال 12 عمود دول هتلاقوا 11 عمود معمولين من الرخام عليهم تاج وتحتيهم قاعدة، لكن في عمود واحد ولا عليه تاج ولا تحتيه قاعدة ومعمول من الجرانيت. أهلا بيكم في منطقة الصعيد. هنتكلم أساساً في محافظتين كبار، محافظة المنيا ومحافظة أسيوط، وبنكمل رحلتنا في المنيا. ودلوقتي العائلة المقدسة وصلت الأشمونيين. أول ما العائلة المقدسة دخلت الأشمونيين كل حجارة الأصنام وقعت واتكسرت. دلوقتي هنبدأ معانا في رحلة العائلة المقدسة في محافظة أسيوط. العائلة المقدسة بعد ما خلصت محافظة المنيا دخلت أول مركز في محافظة أسيوط، وهو كان مركز ديروت الشريف. احنا دلوقتي في جبل المحرق. زي ما قلنا ان جبل المحرق ده الحجره اللي كان بيستريح عليها الطفل يسوع. مبارك شعبي مصر، بارك بلادي، بارك بلادي، يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر. بركة يا مصر انت غنية، يسوع جه هنا على أراضيكي، والنعمة سكبت في بنيكي، والنعمة سكبت في بنيكي. احنا مشارك في المعرض النهارده بحوالي 10 صور بتمثل رحلة العائلة المقدسة في مصر. إذا كانت الكلمة هي الحقيقة فإن الصورة بتأكد الحقيقة. الأعمال اللي أنا مشترك بيها تمثل الفن القبطي، الحاجة اللي محدش يعرفها كتير اللي هو فن اليوطة. وفن اليوطة ده فن قبطي مصري قايم على حرف اليوطة، الحرف اللي قدام حضراتكم ده اللي هو أول حرف من اسم السيد المسيح. أنا عارض أيقونات قبطية للعائلة المقدسة وهي جاية مصر وهي خارجة، من أول ما الطفل يسوع كان صغير لحد ما كبر 3 سنين. احنا هنا في الهولي فاميلي ميوزيوم. حابه اشرح لكم اللوحه في الانترنس بتاعتنا، انه اول حاجه ان هي حقيقه كتابيه، هي حقيقه تاريخيه، وكمان هي حقيقه اثريه. دلوقتي تقسيمة المتحف بتاعنا متقسمة على 4 قارات. احنا كده وضحنا ان كل قارات او معظم قارات العالم وثقت رحله هروب العائله المقدسه لمصر باسلوبها، بطريقتها، بفنها. Souriez
Regarde vers les cieux et sois plein d'espérance. Le jour to Mary, Mother of God, from sunrise to بجد في حاجات كتير قوي كنوز في الكنيسة القبطية احنا غالبا ما بنعرفهاش، وده كانت الفكرة الأساسية انه نعرف ايه اللي قدمته الكنيسة للعالم علشان لما نطلع نتكلم باسم الكنيسة نعرف. طبعا كل كنيسة عالم قدمت، لكن تاني في حاجات حلوة قوي ومميزة قوي للكنيسة قدمتها للعالم المسيحي كله. المحاضرة بتتماسكة من أول ما ماري مرقس دخل مصر أسس الكنيسة، وبعدين بنتكلم على تأسيس مدرسة اسكندرية ودور آباء مدرسة اسكندرية، وإزاي كمان المنهج اللي كانت بتشتغل بيه مدرسة اسكندرية. أنا مبسوط طبعا أول حاجة إن أنا معاكم النهاردة في الكوبتك داي، ده حدث مش مسبوق في الكنيسة. برافو عليكم إنكم منظمين يوم حلو كده. وفي مستورد قعدوا شوية على الأراضي المصرية، لسه أهو بير المية موجود بينا شهيد عيا.